مذيع النشرة الجوية فيل كونرز المغرور واللي فاكر نفسه محور الكون بيسافر مع المنتجة ريتا والمصور رايحين قرية قريبة من بنسلفانيا عشان يغطوا المهرجان السنوي اللي بيحصل في 2 فبراير. وصلوا القرية وراحوا الأوتيل اللي هيقضوا فيه الليلة. فيل طبعا مش هيقعد معاهم في نفس الأوتيل لأنه شايف نفسه حاجة كبيرة ما ينفعش يقعد مع باقي الناس. وفي الصبح فيل صحي الساعة 6 وسمع الراديو. بعدها شاف راجل بره الأوضة وقابل الست اللي بتشتغل في الأوتيل. وفي السكة شاف حد مش فاكره من أيام المدرسة. بعدها وقع في حفرة. ولما وصل المهرجان عمل التغطية وهو قرفان لأنه من وجهة نظره إنه مذيع محترف أكبر من إنه يغطي مهرجان في قرية محدش يعرف هي فين. وبعد ما خلصوا الشغل كانوا عايزين يرجعوا المدينة بس في عاصفة ثلجية والشرطة قفلت الشوارع وحيباتوا ليلة تانية في القرية. الساعة 6 الصبح فيل قام من النوم وسمع نفس الكلام اللي سمعه امبارح في الراديو. قال دول شكلهم بيعيدوا نفس الشريط بتاع امبارح. بعدها اتفاجئ لما شاف الناس رايحة المهرجان اللي كان امبارح. بعدها سلم على الراجل اللي قال نفس الكلام بتاع امبارح. فيل كان هيضربه فاكر انه بيهزر معاه. بعدها قابل الست اللي بتشتغل في الاوتيل وقالت نفس الكلام بتاع امبارح. ولما خرج سأل واحدة انتوا رايحين فين؟ قالت رايحين المهرجان. هنا فيل اتأكد 100% انه النهاردة هي امبارح، يعني يوم 2 فبراير يوم المهرجان بيتعاد مرة تانية. الساعة 4 الفجر فيل كسر قلم رصاص ونام. ولما جت الساعة 6 سمع نفس الأغنية في الراديو. وكل يوم بيتعاد 2 فبراير. فيل بيفتكر كل حاجة بتفاصيلها. الكلام ده أكيد لأنه بيعيش 2 فبراير كل يوم. فيل حاول يتكلم مع ريتا وقال لها يوم المهرجان بيتعاد. ريتا ما صدقتوش. فيل وصل لمرحلة متأكد انه خلاص اتجنن. راح عند الدكتور النفساني اللي ما قالوش كلمة مفيدة. فيل سأل سؤال: اعمل ايه لو ما فيش بكرة؟ ويجاوب: اعمل كل حاجة انا عايزها لانه مفيش حد هيحاسبني لانه مفيش بكرة. بعدها خبط صندوق البريد، قطع الاشارة، الشرطة بتلحقه ومشي على السكة وعدت على خير. بعدها عمل حادثة. بعدها الشرطة رمته في الحبس بس عادي. تاني يوم الصبح اتعاد 2 فبراير وكان فرحان جدا لانه عمل اللي هو عايزه من غير ما يتحاسب. فيل بدأ يفكر: انا بعرف كل حاجة هتحصل النهاردة والحاجة اللي ما اعرفهاش اعرفها النهاردة وبكرة الصبح لما يتعاد اليوم استفيد منها. مثلا لما كان عارف ميعاد وصول عربية البنك والحارس هيوطي يجيب الفكة يقوم هو جاي من وراهم وواخد شنطة الفلوس. فيل سأل ريتا: ايه مواصفات فتى احلامك؟ قالت له: اولا متواضع جدا لدرجة انه يعترف انه مش كامل، دي احسن حاجة فيا. وقالت انا عايزاه يكون كريم وشجاع وبيعزف بيانو. فيل قال: كل المواصفات اللي انت قلتيها موجودة فيا. يلا يا راجل بلا كدب بقى بوشك ده كداب كدب الابل. فيل عايز ريتا تحبه عشان كده بدأ يتعلم هي بتحب ايه وبتكره ايه. بتحب الايس كريم والشعر الفرنسي وبتكره الشوكولاتة البيضاء. فيل كان بيمثل عليها انه بيحب الحاجات اللي بتحبها انتوا عارفين عشان يقول لها انا وانتي شبه بعض. بس كل محاولاته باءت بالفشل وفي نهاية كل محاولة كان بيتضرب قلم. ده بجد مش في المشهد. لحد ما وصل مرحلة فقد فيها الأمل وكان قرفان من كل حاجة. والمنبه لما كان بيرن كان بيكسره وكسره أكتر من مرة. فيل كان عايز يغير الواقع. لما قال الخبر كان بيتريق على المهرجان وعلى أهل القرية. ممكن حد فيهم يتخانق معاه ويغير الواقع. بعدها شاف الحيوان اللي القرية بتحتفل فيه قام سرقه وسرق العربية والشرطة بتلحقه. ولما حاصرته الشرطة وما كانش فيه طريقة يهرب بيها وقع العربية من فوق الجبل. عادي، ما هو قام الساعة 6 الصبح ويحاول أكتر من مرة يعمل كده بس عادي كان بيقوم الصبح. فيل قال لريتا عن يوم 2 فبراير اللي دايما بيتعاد وانه بيعرف كل حاجة هتحصل في اليوم ده. اكيد مش هتصدقه. خدها وعرفها على الناس وقال لها كل واحد يعرف عنه ايه. والناس كانت بتأكد على كلامه. قال لها طيب شوف الراجل هيوقع الصينية بعد 5 ثواني. قال لها طيب مش مصدقة؟ المصور هيدخل بعد 10 ثواني ويقول لك جملة هكتبها لك قبل ما يقولها. وصدقت لما اتأكدت انه عارف كل حاجة وقعد يفضفض لها ويقول لها على المأساة اللي بيعيشها. وقالت له طيب ايه رأيك لو تبص على الموضوع ده من ناحية تانية؟ فيل بعد ما سمع كلامها اتأكد انها تستاهل واحد احسن منه بكتير وقال لو في بكرة هتغير وابقى الراجل اللي تستاهليه. وبعد ما فكر واتأكد انه مش هيقدر يغير الواقع قرر انه يغير نفسه. هيبطل الأنانية وهيساعد الناس. واتغير وبقى يبتسم وبيوزع فلوس وبيجيب قهوة.
فيل راح عند مدرسة بيانو عشان تعلمه. قالت له في بنت عندي بديها درس دلوقتي. قام مديها $1000. قامت خرجت البنت واديته الدرس. بعدها قعد يتعلم نحت الجليد. فيل اتعلم حاجات كتيرة وابدع فيها زي البيانو والنحت واللغة الفرنسية، وكمان بيعرف حاجات كتيرة عن كل الناس. اكيد خدت منه وقت كتير، وشكله يوم 2 فبراير اتعاد لمدة سنة او سنتين على الاقل. فيل بقى يعامل الناس باحترام وبيساعد راجل كبير وفقير، وفي المهرجان بيقول أشعار في طيبة أهل القرية لدرجة إنه التلفزيونات التانية بتنقل كلامه. وبعد ما خلص ريتا سألته هتعمل إيه؟ قال لها أنا مش فاضي ورايا أشغال. فيل كان بيشوف إيه اللي هيحصل مع الناس النهاردة، وبعد ما يعرف هيساعدهم بكرة. مثلا لما راح جري عشان يمسك العيل قبل ما يقع على الأرض، ولما راح المطعم عشان ينقذ الراجل اللي الأكل علق في زوره، ولما 3 ستات كانوا واقفين على الإشارة. الكاوتش نام، العربية بتتحرك، افتكروه زلزال. ده فيل بيرفع العربية وهيغير الكاوتش. فيل اتغير من إنسان أناني ومغرور لإنسان قلبه طيب والناس بتحبه. أهل القرية بيعملوا حفلة كبيرة في الليل. ريتا راحت الحفلة لما عرفت إنه موجود، ولما سمعت صوت عزف احترافي بصت تشوف مين الفنان ده. اتفاجئت لما لقت فيل. الناس كلها كانت مبسوطة في الحفلة ورقص مع ريتا. بعدها جوز الستات اللي ساعدهم عشان يشكروه. بعدها شكروا الراجل اللي كان هيختنق. بعدها ظهر عروسين فيل اللي أقنعهم إنهم بيحبوا بعض. ريتا كانت سعيدة ومستغربة من كمية الناس اللي بتشكره، وقالت له انت عملت ايه النهاردة؟ فيل حضر مفاجأة. وش ريتا نحته على التلج. قالت له ازاي؟ قال لها انا حافظ كل تفاصيل وشك، وقال لها انه هيفضل يحبها حتى لو ما جاش بكرة. فيل كان تعيس لما كان بيحاول يسعد نفسه. بعدها بقى سعيد لما بقت سعادة الناس أهم من سعادته. تاني يوم الساعة 6 الصبح فيل قام من النوم وسمع نفس الأغنية بس مش نفس المذيع. هنا استغرب وقام يبص من الشباك. مفيش ناس رايحة المهرجان. السعادة اللي كانت باينة على وشه لا توصف. أخيرا نهاية يوم طويل. وقال لي ريتا احنا هنستأجر بيت وهنعيش في القرية الجميلة دي.